والله خوتي تا غتقولوا لي انت مسطي ولا كتكذب علينا. اقسم بالله خوسي دياز هذا في الاداره ديال ريال مدريد، ثقوا بيا وليد بغا ريال مدريد. قال لك في اللائحه المصغره كاينه حتى السميه ديال وليد الركراكي. علاش غادي نقولوا لكم مسطي؟ ما فهمتش علاش مازالين الناس كيشوفوا شي مغربي غادي يدرب شي فرقه اللي كبيره، ولا لعاب غادي يلعب مع شي فرقه كبيره ما كيتيقوهاش. خوتي راه اللعابه المغاربه المدربين المغاربه راه ولاو عالميين، خصوصا وليد الركراكي راه وصل لنصف نهائي كاس العالم. يعني عادي نشوفوا الاسم ديالو مطروح في المدربين اللي باغاهم ريال مدريد، وعلاش لم يكونش هو المدرب الجديد للنادي الملكي؟ وقلبوا وغتلقاوها. اقولوا انا شوف انا اقول له خليل مسطي، هو باغيها تسامعوا معاه الاداره ديال السعوديه. ما عرفتش شنو دار معاهم، ولكن في اللائحه المصغره ديال ريال مدريد كاين تا وليد الركراكي تبارك الله وصل على النبي. والله ما نكذب عليكم الاخوان. مسكين هاد السيد هذا عيا ما يحلف ويعاود، واخا متاكد ان الخبر راه صحيح، عارف بلي راه كاينين شي وحدين غادي يسبوه غادي يقولوا لي غير كتكذب، واخا هو راه متاكد من الخبر. وفعلا تقارير وصحف اسبانيا موثوقه كتاكد هذا الخبر هذا. وليد الركراكي بلا شك راه مدرب كبير، والانجاز اللي دار راه كيدوي عليه. بالنسبه لايوب بوعدي، اللاعب اللي اختاروا قرر انه يمثل المنتخب الوطني المغربي وشارك معنا في كاس العالم. جاه عرض من ريال مدريد، فلورنتينو بيريز رئيس النادي براسو تواصل مع الوكيل ديالو. هادشي ماشي انا اللي قلته، هادشي قالوا واحد الصحفي مغربي يعيش في اسبانيا قريب جدا من اسوار النادي الملكي، موثوق كاع المغاربه كيتيقوا فيه. وصلوا اخبار ما نقولوش عليها اخبار، تسريبات من داخل اسوار ريال مدريد، تسريبات اللي الصحف الاسبانيه مازال موصلاتها. نسمعوا شنو قال. اعتقد ان ايوب بوعدي غادي يقدر يكون معنا في كاس العالم. هو كاين عرض من ريال مدريد، لكن زيدان لا دخل له في هذا العرض. ما تنساوش ان الرئيس الفعلي ديال ريال مدريد مغربي. الرئيس الفعلي ديال ريال مدريد مغربي، وهو اليد اليمنى ديال فلورنتينو بيريز اللي عيا دابا. إلى جا ايوب بوعدي لريال مدريد غيلعب مع المنتخب المغربي. بالنسبه اللي كيعرف ايوب بوعدي وعارف الطريقه ديال اللعب ديالو، فراه انتقاله لريال مدريد غادي تجي عاديه، حيت لعاب لي كبير، لعاب لي في رجليه، ويلا في عمره 18 عام. وايضا كتشوف كامافينغا، تشواميني اللي عندهم اداء سيء واكثر من سيء بالنسبه لي انا، كيلعبوا مع ريال مدريد. وايوب بوعدي اللي موهبه كبيره وما يلعبش مع فرقه كبيره. ومبروك علينا حنا كاع المغاربه، هاد الاخبار فرحتنا بزاف. تخيل المنتخب ديالك عندك فيه جوج اللعابه كيلعبوا مع ريال مدريد، وان شاء الله لعاب اخر غادي يجي حتى هو يلعب مع المغرب، كيلعب مع برشلونه. وعندنا بزاف ديال اللعابه كيلعبوا مع انديه اللي كبيره. فراه شحال هادي ما كناش كنحلموا بهذا الشيء صراحه، دابا الحمد لله ولا عندنا هذا الشيء عادي. وان شاء الله المنتخب ديالنا غادي يتطور غادي وكيزيد لقدام، وراه ما يكون غير الخير. هالاند المغربي، هادشي اللي كيقولوا يقول امار كتميري 18 سنه الاخوان، مترو 93 تبارك الله طول القامه. حاليا مارسيليا كتساعدوا الفريق الاول من اب مغربي وام سويديه. تيجا تلقى التكوين ديالو في واحد المركز مغربي في الرباط قبل ما يرجع فرنسا، ولعب مع مارسيليا 17 عام، تالق معاهم دغيا صعدوا فريق مارسيليا 19 عام، وتم تفرقع عليهم معلم. تخيل معايا اصلا 15 ماتش ماركي 14 بيس وجوج دوري ابطال الشباب. انتم عارفين بان المنتخب المغربي حاليا محتاج واحد سترايكر شكون اللي ينهي الهجمه. عليك يا زبير. والصراحه هادو هما الخبرات اللي كيفرحوا، هادشي اللي كنبغيو نسمعوا، موهبه جديده وفي واحد البوست اللي حنا محتاجينه. محرومين صراحه في المنتخب من شي لاعب كبير كيلعب في هذا البوست ناف. ومن الاخر كنا كنقضيو غير بالكعبي، غير بالنصيري، لعابه كيماركيو ولكن ما كاينش في رجليهم. راه الناف الحقيقي بحال هاري كين، بحال ليفاندوفسكي، هادو هما اللعابه اللي بغينا. حنا راه من ايامات الشماخ عمرنا شفنا شي لعاب في المنتخب بهاد المواصفات. كلشي كان كيقول الزبيري هو اللاعب اللي ناقصنا، هو اللي غادي يعوضنا، ولكن ها نتوما كيف ما شفتوا الله غالب. والحمد لله جاب الله هاد اللعاب، هذا اللعاب اللي تبارك الله مترو 93 ومازال يلا 18 عام. ومارسيليا طلعات ولعب مع الفرقه الاولى في هذا العمر هذا، يعني راه لعاب عنده مستقبل واعد. وكنتمناو من فوز القجع وهبي يديروا خدمتهم ويجيبوه على عندنا. راكم عارفين فرنسا يشوفوا شي لعاب فيه الدور ما يزقلوش، راه ايوب بوعدي جبناه غير بزز.
Parle-nous du match face au Maroc. لنتحدث عن المباراة أمام Ouais, المغرب. le Maroc. نعم مع المغرب. Stade plein. الملعب كان C'était comment? ممتلئا. كيف كان Franchement, pour être شعورك؟ honnête avec toi, بصراحة ولأكون صادقا j'ai معك، jamais ressenti لم une أشعر telle pression أبدا avant un match. بمثل هذا الضغط قبل أي مباراة Depuis que je من joue au قبل. football, منذ أن j'ai بدأت jamais. ألعب كرة En fait, c'était القدم bizarre. لم يحدث لي ذلك Genre, من قبل. je me sentais bizarre. كنت أشعر بشعور Je غريب، me sentais كنت أشعر bien, mais à la fois, je بأنني sais pas, بخير، j'étais stressé, لكن في j'étais, الوقت نفسه كنت متوترا، j'étais كنت impatient. متحمسا أيضا. كان C'était الأمر archi bizarre. غريبا En جدا. fait, c'était donc du حتى coup, الرحلة le في الحافلة trajet كانت dans le bus, صعبة. c'était chaud. Trajet dans le bus, j'arrive dans le وصلنا vestiaire, je fais بالحافلة ثم دخلت qu'est-ce qui غرفة m'arrive là? الملابس. ما Il se passe الذي quoi là? يحدث الآن؟ Après, je suis ماذا sorti sur le يجري؟ terrain ثم pour خرجت reconnaissance du إلى terrain أرضية الملعب et لتفقدها، فرأيت أن voilà, المدرجات là, tu كانت vois, تقريبا c'est ممتلئة quasiment déjà بالفعل. quasi plein et tout. Et Le stade était والملعب magnifique, كان stade, رائعا c'était beau, جميلا ouais, magnifique جدا. le stade, magnifique mais voilà pour te dire, لكن c'est بصراحة franchement تلك ce match-là, المباراة il صدمتني من شدة vraiment الضغط. choqué de la pression. C'était كان trop bizarre. الأمر Les غريبا sifflets et tout, جدا. parce que nous, dans les tribunes, les sifflets, ça faisait mal aux oreilles. Mais sinon, لكن belle بشكل عام expérience, كانت beau تجربة stade, جميلة، ملعب bel رائع accueil de واستقبال la CAN, جيد جدا. franchement, التنظيم كان l'organisation, elle était ممتازا très très حقا. bonne. شي الناس اللي كتعرف تهضر قال لك التنظيم كان رائع، الأجواء كانت رائعة. شي تبارك الله الناس اللي واعية فرحان بهذا التنظيم اللي كان في المغرب، عنده الغيرة على القارة ديالو، ماشي بحال شي وحدين اللي كيطيحوا بلادنا بلاص ما يفرحوا، حيت بلاد من القارة اللي فيها وجمعانا دارت انجاز اللي كبير وبينات القارة الافريقية بصورة اللي زوينة للعالم. قال لك هما لا، ما بغيناش نكونوا حنا هكاك، بغينا نكونوا كاملين بحال كاملين لتحت، الحقد وما يدير. Je remercie également la Fédération marocaine de football et Monsieur Lakja, son أود أن président, أتقدم pour la confiance. بجزيل الشكر إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وإلى السيد فوزي القجع على العمل الجاد والاحترافي الذي يقومون به لتوفير كل الظروف المناسبة لي كمدرب. إقناع لاعب موهوب مثل أيوب بوعدي بحمل قميص المغرب بدلا من فرنسا لم يكن بالأمر السهل، لكن الأصعب كان النجاح في تغيير مسار لاعب استثنائي مثل لامين يامال ليختار تمثيل بلده الأصلي. أنا سعيد جدا بهذه الأخبار، وأعد الجماهير المغربية أننا سنكون في مستوى تطلعاتهم في كأس العالم. هذه المرة لن نذهب فقط من أجل الوصول إلى نصف النهائي، بل سنذهب بعزيمة قوية من أجل التتويج باللقب وكتابة تاريخ جديد. كان هذا هو أول تعليق خرج به مدرب المنتخب محمد وهبي بعد إعلان كل من أيوب بوعدي لامين يامال رغبتهم في تمثيل المنتخب الوطني المغربي والمشاركة مع المغرب في كأس العالم. محمد وهبي مدرب لي كبير وفرحان بزاف بهذا الإنجاز اللي داروا فوز القجع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اللي كنشكرهم بزاف على هاد المجهودات اللي كيقوموا بها. محمد وهبي من بعد هاد التشكيلة اللي ولات عندنا في المنتخب الوطني المغربي أكد اننا غادي نمشيو بعيد في كأس العالم. هاد المره ما غاديش نمشيو باش نوصلوا نصف النهائي ولا شي حاجه بحال هكا، هاد المره غادي باش نديو كأس العالم. هذا هو الهدف اللي ولا عندنا، ومن حقنا يولي عندنا هذا الحلم هذا، وماشي حلم، هذا راه تحدي خاصنا نديروه، خاصنا نحققوه، حيت عندنا منتخب اللي متكامل، منتخب اللي مرعب كيرعب جميع المنتخبات. اليوم جينا نهضروا لكم على جديد القائمه ديال المنتخب المغربي الجديد اللي فيها راكم تعرفوا هو بوعدي اللي معروف الافليل وموهبه كبيره، والزياره اللي كان دارها وهبي ودارها فوزي القجع البوعدي، واصلا داروها في اوروبا راك عارفين باش كاع داروا على اللعابه وشافوا اللعابه، وهذه زياره مهمه وسيرتو الزياره ديال بوعدي لانه بوعدي من المواهب الصاعده والكبيره. هذه الزياره اللي دارها فوزي القجع البوعدي لانه كان داخل فيها زين الدين زيدان، وزيدان كان قعد مع بوعدي وكان هضر معاه على حساب البروجي اللي كانوا باغي يديروا مور ديشون، لانه ديشون غادي يمشي يبقى زين الدين زيدان، وكتعرفوا زين الدين زيدان بغا يدي هذه الموهبه، ولكن فوزي القجع هيهات والسيد راه مغربي من ابا يعني با وامو مغاربه وكلشي حتى هو مغربي. اليوم قبل لهم ان شاء الله باذن الله. هاد الجزائري ما كيحملوش الجزائريين الواحد ليهم، حيت ديما كيدوزوين على المغرب، ديما كيفرح معانا ملي كنديروا شي انجاز ولا كنتوجوا بشي لقب ولا كتكون عندنا شي فرحه، كيفرح معنا تبارك الله، محبوب عند المغاربه. صراحه قليل اللي بحال هكا في الجزائر، كاملين حاقودين ما كيحملوش المغرب. ما فهمتش علاش المغرب راه ماشي بحال هكا، المغرب راه يكرد عليهم وصافي، هادشي اللي كاين.
المهم مشاهدينا الكرام، هنا كينتهي الفيديو. الى عجبكم ما تبخلوش علينا بالضغط على زر اللايك واشتركوا بالقناة. شكرا على المشاهدة.